في فيديو النهارده هنتكلم عن اكتر 10 حاجات انا محتاجه اراعيهم انا وبصمم المطبخ. يلا بينا. اول حاجه مكان غسالة الاطباق. غسالة الاطباق مكانها بيكون على يمين الحوض. لو انا ست يمينيه بستخدم ايدي اليمين، يبقى مكان غسالة الاطباق يمين الحوض. طب لو انا بستخدم ايدي الشمال، يبقى هكون بحط غسالة الاطباق ومكانها في شمال الحوض. وبرضه هاكد ان انا غسلت الاطباق حتى لو مش هجيبها في الوقت الحالي، انا بجهز مكانها. ومكانها لو انا مش هجيبها دلوقتي بخليها ضرفه بتتفتح يمين وشمال، وبحط لها رف. وقت انا لما هقرر اعوزها بشيل الرف ضيق، الضرفتين من بره والرف، وبحط مكانها غسلة اطباق. ما تفاجئش بعد كده ان انا محتاجه غساله ومش سايبه لها مكان ومش عامله لها تاسيس. فيفضل اكون سايبه لها مكان ومؤسساه وعامله لها ضرفه مكانها لاي وقت اكون بحتاجها بعد كده. تاني حاجه شباك المطبخ. شباك المطبخ ما ينفعش اكون بحطه في كورنر المطبخ. في الكورنر ده غلط خالص. انا محتاجه تصميم احط الشباك الى حد ما في نص المطبخ، ويفضل ان انا اكون بكبره. حتى لو مش هقدر في العرض عشان مساحه المطبخ والظرف، اكون بكبره في الطول، يعني اطلع بيه للسقف شويه عشان يديني اضاءه اكتر للمطبخ وتهويه افضل. فكل ما كان الشباك كبير كل ما كان افضل. تالت حاجه الشفاط. انا محتاجه اعمل شفاط. لا يفضل خالص اكون بحط شفاط المطبخ جوه الازاز او جوه وحده الشباك. انا بحط الشفاط لوحده منفصل عن الشباك. انا محتاجه اكبر تهويه تجيني من الشباك. الشفاط مكانه بيكون فوق الشباك مش جوه وحده الشباك. رابع حاجه هراعيها ان الاكسسوارات بتاعت الاوكر اللي انا هستخدمها في الظرف تكون نفس لون الخلاط. والاكسسوارات كلها تكون نفس اللون، يعني الخلاط بتاع الحوض والحوض نفسه والاكسسوارات يكون كلهم نفس اللون. يعني انا هجيب فضي، هجيب كل حاجه في الاكسسوار والحنفيه وكل حاجه تكون فضي. انا هجيب ذهبي، يبقى هضطر ان الحنفيه تكون ذهبي، الحوض ذهبي، الاكسسوارات كلها تكون بلون واحد. خامس حاجه براعيها ان الرخامه بتاعه المطبخ، الرخامه تكون خارجه عن الضلفه اللي من تحت من حوالي سنتي لسنتي ونص، ما تكونش نازله بمستوى الضرفه. في مساحه، في فراغ هنا، شايفين؟ في اطلعها عن الضرفه بحوالي سنتي او سنتي ونص عشان اي سوائل تنزل ما تكونش بتنزلي على الضرفه اللي تحت وتبهدلي الضرفه، لا، الى حد ما تنزل على الارض. فدي حته مهمه جدا اكون براعيها. رقم 6 اراعي اكون بعمل حواجز للميه. ده الحاجز دي في الرخامه بعملها شفه بالمنظر ده، شايفين؟ حوالي سنتي او 2 سنتي كده، سنتي ونص او 2 سنتي. الشفه بالمنظر ده، ده بيكون فريم حوالين الجزء اللي عند الحوض. بس انا مش بعمل الشفه دي او الحاجز ده بطول المطبخ، لا، انا بعمله بس فقط عند الجزء بتاع الحوض. يعني بلاقي مطابخ عاملين الحاجز دي في كل المطبخ ضغط جامد. اول حاجه التنظيف، انا الجزء ده بضطر انضفه. عايز اقول لكم بيغلبني شويه في التنظيف، يعني في الحفر، يعني في الزيق ده، شايفين؟ الى حد ما بتبقى اي حاجه غلسه، لكن غير يعني في التنظيف بنضف بالفوطه. بتدخل فيه حاجات في التنظيف مش ألذ حاجه. تاني حاجه انا في الرخامه، في الجزء اللي انا مثلا بشتغل عليه، لا، انا مش محتاجه الضرفه دي. انا اي حاجه محتاجاها، مثلا هعمل سلطه، هعمل حاجه، هكون بحط البورد، محتاجه الدنيا تكون مستويه، انزل من الحاجه على البوله اي حاجه. فحته ان انا الشف اعملها في كل المطبخ دي مش بتكون عمليه خالص. بس هعملها عند الحوض والجزء اللي عند الحوض ده هيحميني من اي طرطشه، من اي بلبله. انا ادبلها انا وبغسل المواعين. رقم 8 خامه الاتش بي ال هي الوحيده اللي بتتكبس على الكونتر، لكن باقي الخامات بتتكبس على ام دي اف.
وخامة الMDF دي خامة سيئة جدا، ان هي عبارة عن خشب وكرتون مفروم، وما بنصحش خالص ابدا ابعدي ان انت يكون الخشب بتاعك هو MDF. رقم 9، انا لما هكون بحط مكان التلاجة، بيفضل مكان التلاجة بكون بحطه عند مدخل الباب او مدخل المطبخ. ده بيديني سهولة في فتح وقفل باب التلاجة، ويديني اريحية جدا في وضع التلاجة وباب التلاجة. كمان عشان اللي بيستخدم التلاجة ما يكونش بيعيق اي حركة، سواء انا اي حد بيغسل في الحوض او عند البوتاجاز، لا، اللي هستخدم باب التلاجة هستخدم اجيب حاجة من التلاجة وهطلع، ده مش بيعيق اي حركة في داخل المطبخ خالص. فافضل وضعية هي للتلاجة هي تكون قريبة من باب المطبخ. رقم 10، انا لو هعمل بار، طب استاندر البار كام؟ انا استاندر خروج البار من الحيطة، يعني العرض بتاعه من الحيطة حوالي 120 سنتي، دي اقل حاجة. ده بيشيل 2 كرسي، او لو انا عندي مساحة وينفع اكبر العرض بتاع المطبخ ممكن اعمله 180 سنتي، وده بيشيل 3 كراسي. طيب ارتفاع البار من الارض، لو انا عايزه اعمله ارتفاع قد ترابيزه السفره، ده بيكون حوالي 90 سنتي، ده بيكون كانها سفره، كانها ترابيزه جوه المطبخ. طيب انا لو عايزاه لا، عايزه اعمله بار، استندر الارتفاع البار من 100 سنتي ل 115 سنتي، على حسب برضو الاريحيه. يعني مثلا انا في البيت عندي لا كلنا طوال، لا يبقى اعمله 115 سنتي ارتفاع، لا احنا قصيرين، فلا يعني يفضل اعمله 100 سنتي، ده بيكون اريح في الاستخدام. الرخامه بيحاول على قد ما اقدر اكون بخليها كبيره، على الاقل 60 سنتي، يعني من 50 ل 60 سنتي الرخامه عرضها. كمان انا بدي عرض في الحيطه، يعني انا بدي مساحه بخرج بالرخامه عند الحيطه، عشان انا لو قاعده على الكرسي اكون قاعده حاطه يعني رجلي داخله جوه الرخامه وقاعده مريحه. فبراعي جدا ان الرخامه تكون خارجه عن الحيطه، يعني على الاقل بخرج عن الحيطه بحوالي 20 سنتي، ده بيديني راحه في القعده على البار. براعي ان الالوان تكون هاديه، كل ما الالوان كانت بتاعه السيراميك هاديه، ده بيديني فرصه اكبر في اختيار لون المطبخ اللي بالمطبخ يعني، او الوان الرخام. فلو عايز اكون انا لسه مش عارفه انا محتاجه هعمل مطبخ ايه او هعمل رخامه ايه، محتاجه اختار سيراميك يكون لونه فاتح وهادي، ده بيديني فرصه اكبر في الاختيارات بعد كده في تصميم. كمان يفضل الاجهزه اللي انا بجيبها زي التلاجة او الديب فريزر او الغساله او البوتاجاز، كلهم اختارهم لونهم يكون واحد، وافضل لون للاجهزه هو اللون الفضي، ده بيديني الشياكه في المطبخ، وبيكون لون جميل وبيليق على كل يعني على كل الوان المطبخ انا عايزه اعملها، بيكون لايق. برضو محتاجه اكون باخد عينات من السيراميك المطبخ او والخشب اللي هعمله او الالوميتال والجرانيت او الكوارتز، اكون بجمع عينات من كل حاجه، اشوف الالوانات بتاعتها كلها ماشيه مع بعض ولا لا. حتى لو انا صعب جدا اكون بجمع عينات، على الاقل انا في مخي اكون حاطه تصور انا المطبخ هعمله ايه، لون ايه، سواء الوميتال او خشب او اي حاجه، درجه الوان هعملها في لون ايه، برضو الرخامه انا هعملها ايه، الكوارتز انا عايزه اعمله لون ايه، اكون حاطه تخيل الوانات عشان اكون كله ماشي مع بعض، مش احط الوانات متضاربه مع يعني السيراميك حاجه والمطبخ حاجه والرخامه حاجه تانية، والاقي نفسي هيص الوانات وزحمه جامد جدا. طيب بالنسبه ده بالمطبخ اعمل باب ولا لا؟ انا بفضل شخصيا مفيش باب، ان الباب ده بعمله للاماكن اللي ليها خصوصيه زي الاوض او الحاجه دي. ثانيا انا اوكي تمام، انا عايزه اعمل باب الى حد ما بحاول اخليه يفتح على الطرقه على بره او اكورديون عشان يكون بيوفر معايا مساحه. طيب محتاجه كمان اراعي ان على قد ما اقدر اخلي المساحه بتاعه الباب، لو انا مش هعمل باب، فانا اخلي المساحه بتاعه دخلة المطبخ
الى حد ما كبيره، عشان انا في اجهزه هتدخل، في كذا حاجه هتدخل، فده يسهل لي في دخول الاجهزه للمطبخ. ما تفاجئش انا جايبه ثلاجه كبيره او ثلاجه او حاجات وعند باب المطبخ الحاجات مش داخله. كمان محتاجه اوزع اضاءه في المطبخ، محتاجه اضاءه المطبخ تكون قويه، يعني عشان انا بشتغل على الرخامه تكون الدنيا واضحه. وكمان لو انا عايز اوزع في الاضاءه، يعني اعمل اضاءه ليد على الرخامه، وكمان غير الاضاءه الرئيسيه، عشان انا وبشتغل على المطبخ او على الرخامه تبقى الدنيا واضحه ومنوره معايا. فالمطبخ من الاماكن اللي محتاجه فيها تكون الاضاءه فيها كويسه وظاهره كويس. الحوض اكتر حاجه بفضلها لو انا عندي مساحه اكون بعمل حوض واحد، يعني بعين واحده كبير. ده في الاستخدام، يعني انا كان في المطبخ الاولاني كان عندي حوضين. يعني عايز اقول لكم انا فعلا في الاستخدام العملي الحوض الواحد الكبير عملي اكتر بكتير جدا من 2 عين. يعني لو انا حاجه كبيره زي مثلا ارفف الثلاجه، عايز اقول لكم انا الحوض الكبير الضرفه بتاعه الشباك بقلعها كده وبشيلها واحطها في الحوض، يعني من غير ما اي حاجه تتبهدل عندي، بيسيح معايا حلل اي حاجه عايزه اكون باخد راحتي انا في غسل المواعين. فالحوض الواحد الكبير افضل من العينين. ثانيا الخامه الاستانلس افضل بكتير من الاسلين او الرخام اللي زي الحوض الحمام، ان ده ما ينفعش في المطبخ عشان بسبب المواعين والحلل ده بيتقطم او يتشرخ بسهوله جدا، فيفضل جدا يكون الحوض استانلس. ولو عندي في المطبخ فيو شباك بيطل على فيو حلو، يفضل اكون بحط الحوض تحت الشباك، بيديني منظر جميل، بالاخص لو المنظر كان جميل وبيطلع على منظر حلو، ده بيديني راحه في انا وبستخدم انا الحوض بغسل المواعين، بيديني راحه نفسيه جامده جدا. مش بنفضل خالص ان يكون الحوض جنب الحيطه، يعني لازق في الحيطه. لازم انا بصمم مكان الحوض بروح يكون في مسافه يمين الحوض وشمال الحوض حوالي من هنا على الاقل 40 سنتي، ومن الناحيه التانية 40 سنتي. دي اماكن كده بتخدم منطقه الحوض، بكون المكان هصفي فيه مثلا اطباق او حاجه، او انا وبغسل اي حاجه، مكان اكون بسند عليه اي حاجه من المواعين اللي بغسلها. وبرده محتاجه احدد ايه هو نوع الخلاط اللي انا هجيبه، هل خلاط شجره زي في الصوره دي، او خلاط الحائطي اللي بيكون في الحيطه. ده بكون بحدده عشان ده في التصميم السباكه بيختلف الاماكن بتاعته. عموما الخلاط الشجره بيكون اول حاجه هو اشيك في الاستخدام، ثانيا مش بيعمل طرطشه وبهدله للميه زي الخلاط الحيطه. يا رب يكون فيديو النهارده عجبكم واستمتعتوا معايا. لو انتي مش مشتركه في القناه فعلي زر الجرس واشتركي عشان اي فيديو بينزل في القناه يوصلك اشعار بيه. اشوفكم فيديو جديد من اسلوب حياه، ربنا معاكم.